السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى الفيديو بتاعنا تفريز الطماطم. الطماطم النهاردة رخيصة، الكيلو ب5 جنيه وفي منها ب4 جنيه، بس أنا جبت يعني اللي هي ماسكة نفسها الجامدة ب5 جنيه. هاتي أكياس التلاجة كده وفرمي الطماطم وبالطريقة الحلوة اللي أنا هقولك عليها دي، وهتشوفيها معايا في الفيديو. ولو أول مرة تشوفي قناتي اشتركي معايا وفعلي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش اللايك يا جماعة. أهم حاجة تحطوا لي لايك عشان أعرف إن وصفتي أو الأكلة اللي أنا بعملها عجبتكم. لو انتم ما عملتوليش اللايك هعرف إن الأكلة ما عجبتكمش. كده أنا فرمت الطماطم، وطبعا لازم كلنا نخزن الطماطم لأنها أهم عنصر في البيت، أهم حاجة في البيت. كل أكلنا طبعا بيحتاج صلصة، هتعملي محشي، هتعملي خضار، هتعملي مكرونة بالصلصة، كله لازم محتاج الصلصة ومحتاج الطماطم. وانتي عارفة ان الطماطم مجنونة مجنونة يا قوت زي ما بيقول. يوم طالع ويوم نازل، أيام تلاقيها ب15 جنيه وأيام تلاقيها ب10 جنيه. فالنهاردة هي رخيصة وأنا استغلت إن هي رخيصة فجبت كمية، وهنستغل وقتها الوقت إن هي رخيصة وهنعملها مع بعض. يلا بينا على الفيديو. طبعا يا حبايبي أنا بقلل مدة الفيديو على قد ما بقدر، فانا بقتص منه كتير يعني عشان ما اطولش عليكم مدة الفيديو. طبعا انا قطعت الطماطم زي ما انتم شايفين اهو، وبعين القمع بتاعها كده من فوق، وبقطعها 4/4 او ممكن لو هي صغيرة بسيبها سليم. تمام يا حبايبي، بحطها على النار تغلي من غير اي مية ولا اي سوائل. هي بتدلي المية اللي فيها زي ما انت شايفة، بتنزل ميتها كلها اهي زي ما انت شايفة كده. هنغليها وعلى نار هادية وهنسيبها براحتها. هتاخد معاكي من ربع ساعة لنص ساعة لو انت عاملة كمية كبيرة. انا طبعا عاملة كمية قليلة علشان اختصر معاكم الفيديو. هتغلي كده بالطريقة دي، وهنسيبها لما تستوي خالص على نار هادية زي ما قلتلك. وبعد كده هنسيبها تبرد وهنشوف هنعمل فيها ايه بعد كده. هغطيها واسيبها كده، مش لازم تستعجلي عليها، تاخد سواها بالراحة عشان تستوي كويس وتبقى ما تغلبكش في الضرب. تمام. شوفوا كمية المية اللي نزلتها، انا ما حطيتلاش اي سوائل ولا اي مية، هي منها فيها كده بتدلي ميتها وبتستوي منها فيها. تمام يا حبايبي. ايه اللي جاب الملوخية الوقتي كده استوت معانا الطماطم اهي، وانا سبتها لما تبرد على بال ما كنت عملت حاجة تانية كانت هي بردت، عشان طبعا ما تبوظت معاك الخلاط. تمام يا حبيبتي. وبعد كده انا هضربها بالمكسر اهو زي ما انت شايفة كده، وطريقة سهلة جدا ومن غير اي اضافات، ما بضيفلهاش لا سكر ولا ملح ولا اي حاجة. وبتجيبي اكياس التلاجة الحلوة الجميلة بتاعتك دي وبتعبي فيها الطماطم وبتحطيها في الفريزر، بتقعد معاكي من السنة للسنة، وانا عاملاها معاكم في الفيديو قبل كده. لو حابة تخشي تشوفي الفيديو. الطماطم المفرزة وانا بطبخ بيها ما فيهاش اي مشكلة ولا فيها اي تعب، بكل سهولة بكل سهولة هتخزني الطماطم. واستغلي بقى ان سعرها رخيص الوقت. ممكن النهارده تبقى ب5 جنيه، بكره تبقى ب15 جنيه زي ما قلت لك في اول الفيديو. فهي يعني في الطالع وفي النازل دايما الطماطم ملهاش سعر محدد، ممكن تصبحي تلاقيها ب10 جنيه ب15 جنيه. فيبقى عندك الطماطم متوفرة، تقدري تطبخي اي طبخة انت بتحبيها زي ما قلت لك، المحشي، المكرونة، الخضار، اي حاجة انت بقى بتحبيها. وطبعا انت بتعبي بقى الاكياس بتاعتك على حسب الطبخة بتاعتك، هتعملي محشي هتعملي خضار او على حسب اللي انت هتحتاجيه. تمام يا حبيبتي زي ما انت شايفة كده. وهتحطيها في الفريزر لما تحتاجيها هتلاقيها، وتلاقي بيتك عمران وموفرة الحاجات اللي انت بتحتاجيها الضرورية الأساسية للبيت. تمام يا حبيبتي. والطماطم ديت من الحاجات الضرورية والأساسية في البيت اللي محدش بيقدر يستغنى عنها. وكده أنا خلصت معاكم وصفة النهاردة. أستودعكم الله وأشوفكم في فيديو جديد، ومع ألف سلامة.